السلام عليكم. طيب شباب موجودين؟ يا ممتاز. السلام عليكم. السلام. كيف حالك ابو خليل؟ عساك طيب؟ شلون صحتك؟ حبيبي ابو خليل، انا جايك في موضوع مهم. جايك بهذا الفلاش. هذا الفلاش فيه شخص عزيز علي جدا جدا جدا، وهو اللي يبغى ينشر هذا المقطع هو بنفسه. خالد باختصار، خالد هذا يعني شخص عزيز علي. هو كان يشتغل في كافي قهوة عربية. هذا يعني كان أبو خليل شخصية عجيبة صراحة، يعني صاحب صيام اثنين وخميس وعبادة رغم شغله ورغم تعبه. في يوم من الأيام اتصل علي قال أبو محمد لازم تجيني. جيت وجلست معه. قال أبو محمد أنا قبل أيام حصل حادث على زوجتي، وبدأ يذكر هذه القصة. قال لكن ودي يا أبو محمد أني أسوي يعني عمل يكون أجر لزوجتي، ودي أذكر هذه القصة ثم يعني نصورها وننشرها في اليوتيوب حتى يكون يعني أجرها لزوجتي. قلت ما عندي مشكلة، أبشر يا خالد من عيون الثنتين. قال لك ودي أصورها في مكان أشعر أنا أني يعني بهذا القصة أني أوصل القصة هذه للناس. قلت ما عندك مشكلة. في اليوم الثاني جاني خالد البيت وركبنا أنا وياه ورحنا للمكان اللي بيصور فيه وبيذكر قصة زوجته. صراحة ذكر قصة جدا مؤثرة عن حب ووفاء، حب جياش لهذه الزوجة، وكيف ودعها وكيف فارقها. خالد هذا هو اللي في المقطع أبو خليل اللي بتشوف الحين المقطع، تشوف قصته. يوم الاثنين الموافق 17 رمضان حصل موقف مؤلم ومحزن، وفاة زوجتي الله يرحمها ويغفر لها ويغفر لجميع موتى المسلمين آمين. حادث في سيارة وهم خارجين من المدينة على مكة يجيبون عمره. دخلت لي الصباح خلاص أنا مع السلامة أني بموت اليوم. شوف الإنسان أني بموت، ليش تقول هذا الكلام؟ قال خلاص الدنيا هذه ما لها صاحب. فأنا أعطيك وصية أن تحرص على نفسك في الدنيا هذه، وأنا إن شاء الله أكون مرتك في الدنيا والآخرة. فكلمتني كذا أنا على طول بكيت نفس الوقت. فكان آخر ما راحت من عندي وهي كلام الوداع، كلام مؤلم، كلام مجرح القلب. فكانت تحاول معي وتصر على إني أنزل معهم، والمكتوب من الله تعالى ما أرد أن أنزل معهم، ما أريد الله أن ننزل معهم. قدمها وأخر. نعم، فقدمها وأخر. نعم، سبحان جل وعلا. ولا سبحان جل وعلا عارف معزتها في قلبي، ولا يجدي أشوفها بنفس الوقت وهي في يعني في هذا الموقف. نحمد الله على كل حال. فعندما كلمتهم قالوا الحين متوجهين إلى بيت الله الحرام، احنا الحين متوجهين إلى بيت الله الحرام. فانقطع الاتصال بيننا معهم. فأذن المغرب فطرت، فاشتقت أن أسمع صوتها بنفس الوقت، اشتقت أن أسمع صوتها. فاتصلت لها وهي كانت تصلي، فرجعت لي مشغول. فحاولت الاتصال مرة ثانية، فعندما خلصت الصلاة جاوبتني وتقول لي أني أصلي. صليت أنت؟ قلت لها نعم صليت. فأتوكل على الله الانطلاق إلى مكة بيت الله الحرام. فعندما كلمتها في اتصال هاتفي من بعد ساعة بعد الفطور
لا حياة المنادي. فعرفت أنا من مجرد كلامها لي على أني تقول لي لا للرجوع، خلاص دنيا أنا بروح اليوم، أسأل الله أن لا يمتني إلا وأني أجيب عمره وإلا حج. فالحمد لله على الأمنية الطيبة اللي تمنيتها من الله تعالى، فأعطى أمنيتها. الحمد لله رب العالمين، اللهم الحمد، اللهم أحسن خاتمتنا. فالخاتمة كانت خاتمة طيبة على الموتى طيبة بنفس الوقت. فاللي ماتوا 5 أنفار، وكان معهم واحد سادس. السادس هذا يقول احنا في السيارة نحاول أن نتكلم بالأمور الدنيوية، فهمت؟ وهي تصمدنا وتقول يا إخوان احنا الحين إلى بيت الله الحرام، يلزمنا قراءة القرآن، ويلزمنا التكبير، ويلزمنا التحميد الله تعالى، ويلزمنا التهليل، لا للكلام اللي ما له داعي. فأنا أثناء الحادث يقول احنا نصرخ وأسمع شهد أن لا إله إلا الله من فمها تصيح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم عليها نحيا وعليها نموت، اللهم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث من الآمنين. هذا آخر ما قلته من الدنيا. فالحمد لله على ما هم عند الله تعالى. الحمد لله. دعك عذلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين جل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. القبر هو أول منازل الآخرة. هم الآن يحفرون القبور ولا نعلم من سيكون المقبور. نعم، لن نعلم من سيكون المقبور. هؤلاء قد طووا بساطهم وقوضوا خيامهم وشدوا رحالهم إلى دار حقيقية هي الدار الآخرة. اسمع واسمعي يا من خلقت من تراب، وستعود للتراب. لو أتاك الموت الآن وحملوك إلى هذا المكان البيت الحقيقي، هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد أخيه حينما تدخل هذه الحفرة بهذا الجسد؟ كم نظرة محرمة نظرت إليها؟ كم من صلاة تركتها؟ يا كم من أغنية سمعتها؟ كم من معاكسة قد صنعتها؟ كل ذلك مسجل ومحسوب. وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا التراب سيحتضننا يوما ما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات، لأن ذكر الموت حياة القلوب. ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فاتعظ بمن مضى من القرون وانقضى. إن لم تحيا هذه القلوب بذكر علام الغيوب فمتى تحيا هذه القلوب؟ إن لم نبكي على الذنوب والمعاصي فمتى نبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على سفير القبر بكى حتى بل الثرى، ثم قال إخواني لمثل هذا فأعدوا. فماذا أعددنا؟ تفريط في الصلوات، وفعل للمحرمات، وارتكاب للمنكرات. أطلقنا البصر في الحرام، وأطلقنا السمع في الحرام، ونبتت الأجساد على حرام. ماذا أعددنا لهذا القبر؟ وماذا صنعنا لهذا القبر؟ فاجعل للسؤال جوابا وللجواب صوابا. واعلمي أن هذا تذكير ربما أرسله الله سبحانه وتعالى لك حتى تسمع، وربما سمعت هذه القصة حتى تتعظ، حتى ترجع، وربما تكون هي آخر قصة
أو آخر مقطع تشاهده في حياتك. بقي أن تعرف أبو خليل أن خالد هذا اللي ذكر القصة كاملة وحب لزوجته وكيف توفيت زوجته، خالد هذا بعدها بأيام يحصل له حادث على طريق الشمال فيموت. هو الآن تحت التراب وراء الأصحاب، ترك الأحباب، حتى زوجته سبحان الله اللي كان يردد يقول الملتقى الجنة الملتقى الجنة، أسأل الله عز وجل أن يجعل ملتقاه بزوجته في الجنة. وكانت في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا. سبحان الله، يذكر قصة زوجته وفاته واليوم هو تحت التراب نذكر قصته، وبكرة تكون القصة عند من؟ في ظلمة القبر لا هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، وهالني صورة في العين إذ نظر